ذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن الدولي المغربي أشرف حكيمي دخل في نقاش حاد مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ممر اللاعبين داخل ملعب خليفة الدولي بعد نهاية مباراة تحديد المركز الثالث. وحسب الإعلام خالد الجاسم فإن حكيمي صب جام غضبه على أداء الطاقم التحكيمي لمباراة اليوم أمام كرواتيا والمباراة السابقة أمام فرنسا أمام رئيس الفيفا. ونقل بعض الصحفيين الذين منعوا من تصوير الحادث أن حكيمي عبر عن غضبه بصوت مرتفع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو بخصوص العديد من الحالات التحكيمية التي كانت ضد منتخب المغرب في المباراتين الأخيرتين. وعرفت نهاية المباراة احتجاجات من لاعب المنتخب المغربي على حكم المباراة القطري عبد الرحمن الجاسم، كما كان للناخب الوطني وليد الركراكي حديث مع الحكم قبل أن يتدخل لتهدئة اللاعبين، علما أن فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم علق بدوره على أداء التحكيم عند مرور الحكم المذكور من منصة تتويج صاحب المركز الثالث.